أحسن الله إليكم ونفعنا الله بعلمكم. سائل يقول: هل ينافي طلب العلم المتاجرة بالبيع والشراء؟ لا ينافي طلب العلم المتاجرة بالبيع والشراء، فاليد العليا خير من اليد السفلى، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، حديث أبي هريرة وغيره في الصحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام حاثا على الاكتساب والتعيش بالحق: لأن يذهب أحدكم فيحتزم فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه ومنعوه. طالب العلم لا ينبغي أن يكون في الأسفل ويده في الأسفل، بل ينبغي أن يجعل من وقته ما يغني نفسه بالحلال عن الحرام، وأن يتعفف. وهكذا كان سلفنا وعلماؤنا وأئمتنا، بل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد رعى الغنم على قراريط لأهل مكة، يعني مال يسير. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا ورعى الغنم، يعني بأجرة. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا في كسب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من كسب يده، وغير هذا كثير في هذا الباب. فإذا كان هذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والسلف الصالح من بعدهم، فهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يكتسب ويتجر، حتى لما ولي خليفة كان يخرج ليقوم بالنفقة على أهله في السوق. فجاءه عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: يا أمير المؤمنين، لو أنك تفرغت لمصالح المسلمين وأنفق عليك من بيت المال، فأبى. فلم يزل عمر يراجعه حتى قبل أن يأخذ النفقة من بيت المال. فإذن طالب العلم إذا كفي من ولي الأمر بنفقة أو من جهة لا تمن عليه، فلا بأس أن يتفرغ لطلب العلم. ولهذا اشترط الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن قبول عطية السلطان والإخوان على أن يتفرغ لطلب العلم، قال: لا بأس بها إن لم يكن فيها منة. إن لم يكن فيها منة، فإن لم يكن فيها منة عطية السلطان والإخوان وما كان بمعناها لطالب العلم يتفرغ لطلب العلم لا بأس بها، لكن بشرط أن لا يكون فيها ماذا؟ منة ولا منقصة. فإذا كان فيها هذا المعنى فلا ترضى. كان الإمام أحمد رحمه الله يتكسب وهو الإمام أحمد على إمامته وجلالته، ما كان يرضى إلا أن يأكل من كسب يده. حتى في رحلته لطلب العلم وأخذ الحديث كان ربما خلصت عليه النفقة فيخدم الراحلة في مقابل أن ينقلوه ويحملوه، في مقابل أن يحملوه وينقلوه ويسافر معهم، كما فعل في سفرته إلى الحج للأخذ عن سفيان الثوري رحمه الله. وهكذا لما خلصت نفقته في صنعاء حين رحل إلى عبد الرزاق صار يخيط ويبيع ما يخيطه رحمه الله تعالى لأجل أن يكفي نفسه في نفقته ليكمل ما يحتاج سماعه من عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله تعالى. وذكر من أمره وأمر غيره من أهل العلم الكثير في هذا الباب. فلا ينافي طريق طلب العلم التكسب والتعيش، لكنه لا ينبغي أن يكون على حساب طلب العلم. يعني خذ ما يكفيك لاستمرارك في طلب العلم، لا ما يصرفك عن طلب العلم. انتبه لهذا، خذ ما يكفيك لاستمرارك في طلب العلم، لا ما يصرفك عن طلب العلم. فإذا رأيت أنه سيصرفك فغير المهنة، انظر مهنة أخرى، انظر طريقة للتكسب أخرى. والحمد لله وسائل التكسب كثيرة، فالإنسان يتسبب وبإذن الله
لن يضيعه الله سبحانه وتعالى. وإذا كان التكسب بطريق التعليم لا بأس. ولهذا يأتي السؤال: هل يجوز التكسب بتعليم القرآن أو تعليم السنة أو الإمامة أو كذلك الخطابة أو كذلك الأذان؟ الجواب: إن استطعت ألا تأخذ أجرة على هذا فهذا هو الأفضل. وإن احتجت والناس يحتاجون إليك ولا يمكن أن تغني نفسك بغيره فلا بأس أن تأخذ أجرة في هذا. ومثله مثل ما وقع لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فينبغي أن يقوم ولي الأمر ومن يقوم مقامه أو يتعاون أهل الإسلام في سد هذه الثغرات بدفع نفقات هذا الباب حتى لا تتعطل المصالح الدينية للناس. الناس يحتاجون إلى إمام وخطيب ومؤذن ومعلم قرآن ومعلم علم شرعي، وكل هؤلاء إذا لم ينفق عليهم ربما تركوا هذا الباب وذهبوا فضاع هذا الحق الذي ينبغي أن يبقى في الناس. ولهذا صار هذا الباب من أعظم الجهاد في سبيل الله. والجهاد جهادان: جهاد بالسيف والسنان وجهاد بالحجة والبرهان. ومما يعين السيف والسنان والحجة والبرهان الإعانة بالمال. الإعانة بالمال يعين الأمرين معا.